دائما يا شباب نحاول نتكلم في الحلول، دائما ما نتكلم في المشاكل، نتكلم في حلول. دوبنا تكلمنا عن تنظيف بخاخات، تنظيف بلوف، تنظيف اير ماس، كيف تزيد الاوكتين. يا ليت يكون عندنا مصانع سيارات. اذا ما قدرنا نسوي مصانع سيارات حاليا، نقدر نسوي خطوه سريعه جدا اللي هي ورش سي ان سي. ورش سي ان سي، ايش نقدر نسوي بورش السي ان سي؟ نقدر نصمم بساتم، نقدر نسوي ادرعه سيارات، نقدر نسوي كرانكس، تمام، نقدر نسوي بيرنج، نقدر نسوي قطع للسيارات، نقدر نصب بساتم، نقدر نصب ادرعه، نقدر نصب بلوكات. لما نسوي الحاجات الصغيره هذه، تمام، نقدر بعدها نصنع محرك سياره. لما نصنع محرك سياره انا اقدر اجمع القطع حق السياره، تمام، اقدر اسوي بلوك، اقدر اسوي بيلد بلوك، تمام، بيلد بلوك يستحمل 2000 3000 حصان. نبدا نخترع، نجيب السي ان سي ماشين، نبدا نوزن الباكتس حق البلوف، نحطها 13 من 1000 14 من 1000، نسوي كامات، نصب كامات، نبدا نظبط الليفت، نظبط الديوريشن، نظبط كل الحاجات الجيده، تمام، علشان نحن يا شباب نصنع. دائما يا شباب نحن نحاول نفكر حلول. ليش نفكر حلول؟ لانه ربنا اكرمنا بالعلم. ربي اكرمني بالعلم، 13 سنه في امريكا اتعلم هندسه السيارات، برمجه السيارات. فنحن من واجبنا يا شباب انه نحن نبدا نسوي الحاجات الصغيره، اقل ما فيها نسوي بساتم، نسوي ادرع، نسوي كرانكس، نسوي بيرنجز، نسوي باكيتس، نسوي بلوف، نسوي طرمبات بنزين. اللي نقدر نسويه نسويه، اللي ما نقدر نسويه نجيبه من برا. يصير بهذه الحاله نصب بلوكات. لما نصب البلوكات معناته نحن قادرين انه كمان نصنع الانجنز عندنا هنا. طالما نقدر نصنع الانجنز، نقدر نختبر الانجنز، نختبر المحركات، بعدها نصنع الشاصيه، بعدها كفرات، صنعنا سياره. الموضوع بسيط يا شباب. بس اللهم نحن دائما لازم نفكر في ايش؟ في حلول. نفكر فين؟ في الحلول. نبدا من الحاجات الصغيره ونبدا نصنع قطع. نبدا نصنع قطع للحاجات اللي موجوده بالسوق اللي نحن ما احنا قادرين ندبر لها قطع. لما نصنع القطع حنقدر نصنع ايضا سيارات. الموضوع بسيط يا شباب. لاحظت يا حلوين بعض المدن القرويه في امريكا كذا قرى قديمه، وانت ماشي البيوت فيها جراجات، وكل مين فاتح جراجه وقاعد يسوي حاجه. اللي نجار، اللي سباك، اللي عنده مكاين سي ان سي، اللي يعدل سيارته، اللي فاتحها ورشه، اللي يبيع عدد في جراج بيته. تخيل وانتم ماشيين، مو لازم تروح قهوه ولا تروح محل تشتري مندي ولا تروح، وانت كذا ماشي طفشان تروح تلقى واحد عنده سي ان سي ماشين في الجراج تبعه، تروح تقعد تتكي معاه، تجيب الكرسي وتتكي معاه، تمام، تعطيه $100 $50 يصمم لك بكره السوبر شارج. تقول له انا بالبكره القديمه دي زيها جديده اصغر، فيها السنون دي، فيها التبريزات هذه، فيها الاختراعات هذه، ويبدا يشتغل لك. تعطيه $100 $50، هو استفاد وانت استفدت. تخيلوا الحاجات هذه يا شباب موجوده في المدن القرويه في امريكا، يعني مو مدن صناعيه، مدن قرويه. تخيلوا لاي درجه التقنيه. ليش احنا ما يكون عندنا زي كذا؟ يعني انا ما ابغى اروح ابشك اقعد في قهوه، ما ابغى اروح اقعد في مطعم، ابغى اروح اقعد في جراج واحد من الشباب، تمام، اصمم بكره السوبر شارج، ابغى اروح اصمم بلف شيشه. من جد بلوف الشيشه هذه اللي تنحط على الشيشه تقدر تروح تصممها من مكان السي ان سي. فيا شباب في حاجات كذا معينه يا ليت نحن نسويها في جراجات بيوتنا. ليش؟ علشان نقدر نبدع، نقدر نسوي، نقدر ننجز، نقدر نخترع، نقدر نتطور لقدام.